عندك انتماء لقارة افريقيا تبقى الريل دي تخصك، ولو ما عندكش انتماء تبقى الريل دي تخصك. ما انت هتتفرج يعني هتتفرج. تعال نشوف ايه اللي حصل في تصفيات كاس العالم بالنسبه لافريقيا في اخر فتره توقف دولي حصل. مبدئيا تونس والمغرب اتاهلوا رسميا لكاس العالم، ومصر بقت على خطوه ونص من التاهل. السنغال اللي معاها في مجموعتها الكونغو والديمقراطيه، والاثنين بقوا بيكسروا في بعض في يوم وليله. الدنيا بتتشقلب عشان السنغال تبقى الاولى ب 18 نقطه والكونغو والديمقراطيه تبقى ب 16 نقطه، والاثنين خلاص مش هيحلوا بقى. اللي هيموت التاني يتأهل. مجموعه فيها جنوب افريقيا وفيها نيجيريا. جنوب افريقيا اللي على بعد خطوات قليله قوي من التاهل لكاس العالم، ونيجيريا اللي فجاه تحسها منتخب زيه مثلا منتخب بنين، ويمكن منتخب بنين في التصفيات اقوى من نيجيريا، لان نيجيريا قد تكون المفاجاه اوت من بدري. الكاميرون شكلها هتودع. الكاميرون شكلها بره عشان خاطر كاب فيردي بيتصدر المجموعه بتاعتها. وكاب فيردي الصراحه الراس الاخضر دول من اخر افريقيا وهم منتخب نضيف كده، حاجه شيك، بيلعبوا كوره، ما فيش صداع بيحصل، هم بيقدموا كوره يكسبوا على طول. الكوت ديفوار اللي كانت مفتكره ان الدنيا متسهله لها، بتلاقي الجابون في ظهرها عشان الاثنين عمالين يرزعوا في بعض بفرق نقطه. ما بين الكوت ديفوار 20 نقطه والجابون 19 نقطه، والاثنين في صراع، والتوقف الدولي اللي جاي هيحسم كتير قوي في المجموعه دي. اما عن المنتخب الشقيق منتخب الجزائر اللي معاه في مجموعه اوغندا وموزمبيق، وبالتوفيق ان شاء الله، لان هم الجزائر متصدره، لكن ان شاء الله خير وما يحصلش اي عوق في المجموعه دي مع الجزائر. غانا اللي بتقع في مجموعه شبه الاسهل، ولكن مدغشقر لن تصمت. ومعروف عن المدغشقريين ان هم اكتر ناس ما بيصمتوش واكتر ناس ما بيسكتوش. وبكده اكون قدرت الخص لك مجاميع تصفيات كاس العالم بتاعه افريقيا. اتمنى تكون ما اتمناش اي حاجه. اتمنى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وخش على بعضه.